والله غير عمري ما كنت آمن بالحوايج هذو. دوغمان، مخلوقات، حكايات الغابة، كنت نقول غير خرافات. حتى ذاك النهار اللي بدل حياتي. القضية صارت في 2021. كنت نخدم في نقل البضائع، نضرب الطريق بالليل بزاف. فواحد الليلة كنت راجع وحدي، الطريق كانت خالية غير الغابة على اليمين واليسار، والضوء تاع الطوموبيل يكشف غير قدام شوية. مع زوجة تاع الصباح بالطوموبيل حبست فجأة. قلت غير بان، خرجت نشوف، والهدوء كان يخوف. حتى صوت ما كان، لا ريح، لا جنان، لا حتى حيوان. ومن بعد سمعت صوت كيما خدش على الحديد، خراج. تلفت، شفت الأشجار تتحرك، بصح ما شفت حتى واحد. رجعت للطوموبيل باش نركب، وفي ذاك اللحظة شفتهم، زوج عيون كبار صفرة يلمعوا في الظلام. كانوا عاليين بزاف. سلطت الضوء وقلبي طاح. المخلوق كان واقف على زوج، جسمه ضخم، عضلات، شعر كثيف كالفحم. الراس راس ذيب، بصح أكبر وأسوأ. فمو كان محلول شوية، وسانه طوال يقطر منهم لعب. ريحة دم وعفن. ما دارش، غير كان يشوف فيا. دار خطوة واحدة لقدام، الأرض تهزت ودارت خطوة لور. رجليا ما بقوش يسمعوا لي. ومن بعد دار صوت، مش زئير، مش نباح، صوت ما يدارش. حسيت روحي صغير، ضعيف، كيما فريسة. غمضت عيني وقريت لي نعرف. كيف فتحتهم، المخلوق كان قريب بزاف، قريب لدرجة شفت النفس تاعه يطلع كالدخان. وفجأة دار دورة ودخل في الغابة. جري، جري كيما جريت في حياتي. نهار الغد رجعت مع الشمس، لقيت أثر أقدام كبار، أكبر من رجل إنسان. من ذاك النهار ما نضربش الطريق في الليل، وكي نشوف الغابة نحس بلي كاش حاجة يشوف فيا. الدوغمان ماشي خرافة، كاين ويخرج غير كيابط الليل.